في حرب 67 فاكر يومها كنت في السويس، وكنت مخبي فلوسي في المركبة بتاعتي عشان لو حصل حاجة ألحق أنقذ نفسي وعيالي. جريت زي المجنونة عشان أجيب الفلوس، لكن فاطمة مراتي أصرت تروح معايا. قالت لي مش هسيبك مهما حصل، رجل على رجلك. واحنا لسه ما وصلناش فجأة سمعنا صوت طيارات في السماء وصوت انفجار مرعب قريب مننا. بصيت لها وقلت خليكي هنا، أنا هروح أجيب الفلوس وأجي بسرعة. لكن أول ما قربت من المركبة القذائف نزلت في المكان زي المطر. جريت بسرعة عشان أنقذ مراتي، وهنا كانت الصدمة. لقيت فاطمة غرقانة في دمها. ما حسيتش بنفسي غير وأنا شايلها في حضني وجريت بيها على المستشفى. لكن للأسف الدكاترة هناك بلغوني بأصعب خبر في حياتي. فاطمة حالتها صعبة جدا ومستحيل تشوف تاني. ده يا جماعة مش مشهد من فيلم أو مسلسل، ولكن دي أحداث حقيقية حصلت بالفعل. هنتكلم النهاردة عن البطل المصري أحمد الهوان، واللي اتعرف بجمعة الشوان قاهر الموساد الإسرائيلي، البطل اللي أبكى إسرائيل. فيا ترى مين هو جمعة الشوان، وإيه اللي حصل لزوجته، وإيه هي قصته؟ بتبدأ قصتنا في السويس، وتحديدا سنة 1939 لما اتولد أحمد محمد عبد الرحمن الهوان لأب صعيدي وأم سويسية، وكان الابن الخامس بين 3 أولاد و7 بنات. حالتهم المادية كانت متوسطة. والده كان عنده محل بقالة على قده، ووالدته كانت ربة منزل. حياتهم كانت بسيطة جدا، ونشأة أحمد كانت نشأة عادية جدا زيه زي أي طفل في مصر. دخل مدرسة حكومية، وبعد ما خلص المرحلة الابتدائية اضطر انه يسيب المدرسة عشان يساعد والده في المصاريف. وبالفعل نزل البقالة مع والده عشان يتعلم أصول التجارة، ولكنه بعد فترة صارح والده بأن دماغه مش في التجارة ومش حابب يكون تاجر. والده قال له طيب هتشتغل ايه؟ أحمد قال له أنا هشتغل مع خالي جابر في صيانة السفن. والده قال له اعمل اللي يريحك يا أحمد، أهم حاجة يكون معاك صنعة تأكلك عيش. وبالفعل أحمد اشتغل مع خاله المعلم جابر الهوان في مقاولات السفن، يعني صيانة السفن ودهاناتها وهكذا. وفي وقت قصير جدا أحمد ثبت وجوده في الشغلانة لحد ما بقى دراع خاله اليمين. ومش بس كده، ده أخد لقب الهوان منه، ومن اللحظة دي بقى اسمه أحمد الهوان. يعني الهوان كان لقب عيلة الأم مش عيلة الأب. وبعد فترة أحمد قرر إنه يسيب شغل مقاولات السفن ويتجه لشغلانة تانية يعرف يثبت نفسه فيها. والحقيقة هو ما بعدش عن البحر، لأنه اشتغل شغلانة ليها علاقة بالبحر والسفن برضه، وهو الإمداد البحري للسفن الأجنبية. بمعنى إن أي سفينة بتعدي من قناة السويس الهوان كان بيمدها بالأكل والشرب والمواد الغذائية. وما اكتفاش بكده، ده كمان كان بيعمل حفلات ترفيهية. يعني كان ليه في كل حاجة، وشغله ده خلاه يتقرب من كل الأجانب. ودي كانت ميزة جميلة جدا لأنه اتعلم أكتر من لغة. وبعد فترة اشترى مركبتين وسمى واحدة منهم الأنصاري، وكل ده وهو عنده 20 سنة بس. واتعرف الهوان وسط أهالي السويس باسم الشاطر، لأنه كان فعلا شاطر. وبعد ما القرش جري في إيده صارح والده بأنه عاوز يتجوز. والده قال له قول لي انت عاوز تتجوز مين وانا راح اخطبها لك. الهوان قال له انا عاوز اخطب فاطمة جارتنا. وطبعا مش محتاج اقول لكم ان فاطمة دي كانت حب عمره كله. وفعلا الهوان اتجوزها، وهي كانت وش السعد عليه لان الرزق زاد والفلوس كمان زادت. عشان كده فتح شركة صغيرة على قده متخصصة في امداد السفن البحرية. ولكن للأسف لما حصل قانون التأميم شركته اتأممت. لا وكمان اتعين فيها رئيس قسم الأشغال بمرتب 48 جنيه. وبرغم ان دي وظيفة حكومية كويسة، إلا ان الهوان ما كانش حابب شغل الموظفين، وكان بيحب البحر ومش قادر يستغنى عنه. عشان كده قدم استقالته. وتأميم شركته ما كانش آخر ابتلاء يمر بيه، لأن من بعدها وحياته هتبقى عبارة عن ابتلاءات ومشاكل ملهاش أول من آخر، وهنعرف ليه كمان شوية. في سنة 1967 حصلت النكسة، وأكتر ناس اتأذوا في الحرب دي هم أهالي القناة، والسويس أولهم. السويس اتحولت لمدينة أشباح. القصف دمر كل حاجة، ومفيش بيت في السويس إلا وكان فيه شهيد أو مصاب. بصراحة هم شافوا اللي محدش شافه. المهم في البداية الهوان كان فاكر إن الحرب هتاخد كام يوم وهتخلص، ولكن للأسف الحرب استمرت والخسائر كمان استمرت. عشان كده
أحمد جري بسرعة عشان يجيب الفلوس اللي كان شايلها في المركبة، ولكن زوجته فاطمة رفضت إنها تسيبه يروح لوحده وراحت معاه. وحصل الموقف اللي حكيناه في بداية الفيديو، ولما فاطمة اتصابت وداها المستشفى. قالوا له زوجتك عايشة، ولكن فقدت عينيها الاتنين وهتعيش كفيفة، وده بسبب الشظية اللي اخترقت عينيها. الهوان رجع على بيته وكان شايل هموم الدنيا كلها على كتافه. هو فقد فلوسه وتحويشة عمره، وزوجته فقدت عينيها. واللي زاد وغطى إن محافظ السويس أمر بإخلاء المدينة بالكامل وتهجير أهلها لأماكن أكتر أمان. واضطر الهوان إنه يفترق عن عيلته وساب بيته اللي عاش عمره كله فيه وسافر على القاهرة. وكل اللي حيلته وقتها كان 2000 جنيه مصري، ولكن القاهرة كانت مختلفة عن السويس. القاهرة عالم تاني أكبر من مخيلته، وللأسف هو ما يعرفش حد في القاهرة، فما كانش عارف يروح فين. وفي يوم وهو بيشتري حاجة من دكان بقالة، في شخص سمعه وهو بيتكلم وفهم من لهجته وكلامه إن هو من السويس. عشان كده جري عليه وقال له انت اكيد من السويس، اجدع ناس، انا اخوك مكرم، لو احتجت اي حاجة انا معاك. الهوان قال له فعلا انا من السويس، وانا حاليا محتاج حد يشوف لي شقة بالايجار عشان اقعد فيها انا واسرتي، يا ريت لو تقدر تساعدني. مكرم قال له بس كده؟ غالي والطلب رخيص، انا خالتي عندها شقة مفروشة وكانت عاوزة تبيعها بعفشها. اسمع، انا هقنعها تديها لك بالمبلغ اللي يناسبك، بس أنا معايا 2000 جنيه، تفتكر خالتك هتوافق بالمبلغ ده؟ ما تقولش كده يا أبو حميد، أنت ضيف عندنا، بس أهم حاجة تجيب المبلغ معاك عشان نتفق على طول. وأحمد طبعا عامل زي الغريق اللي متعلق في قشاية، وفعلا جاب الفلوس وراح معاه على الشقة. وهناك أحمد اتفرج على الشقة والدنيا كانت تمام، وسلم مكرم 2000 جنيه. في اللحظة دي مكرم قال له أنا هسيبك تقعد شوية في الشقة لحد ما انزل أكلم خالتي عشان تمضي العقد، لأنها مريضة وصحتها على قدها. ولكن عدت ساعة واتنين ومكرم ما ظهرش، فاضطر الهوان إنه ينزل يسأل حارس العمارة عن مكرم. وكانت الصدمة لما البواب قال له إن مكرم ملهوش أي شقة هنا، هو كان واخد شقة وقاعد فيها. وهنا الهوان ما كانش عارف يعمل إيه، وبقى عمال يضرب كف على كف. طيب هيقابل عيلته إزاي؟ هيقول لهم اتضحك عليا؟ وسبحان الله في نفس اليوم ربنا وقع في طريقه شخص كويس جدا، وقال له أنا هسيبك تقعد في شقتي أول 3 أو 4 شهور ما تدفعش، إحنا إخوات ومصريين زي بعض. وده بيوضح لنا إن صوابعك مش زي بعضها، وكل مكان في الحلو والوحش. المهم الهوان استقر هو وعيلته في القاهرة، وبسبب غلاء المعيشة والظروف الاقتصادية ما كانش لاقي أي شغلانة. ولما فكر إنه يتاجر في المواد الغذائية المشروع فشل وما كانش عارف يعمل إيه، فاضطر إنه يدور في دفاتره القديمة يمكن يلاقي قرشين نسيهم هنا أو هنا. وبالفعل اتفاجئ إنه ليه دين كبير حوالي 2000 جنيه استرليني، والمبلغ ده كان عند خواجة يوناني اسمه باجا جنوس. الخواجة ده كانت سفينته بتعدي من قناة السويس، والهوان كان بيمده بالأكل والشرب والسلع الغذائية بالآجل، يعني مرة يدفع و10 لأ، لحد ما بقى مديون للهوان بحوالي 2000 جنيه استرليني مرة واحدة. وطبعا ده كان رقم يستاهل إنه يسافر اليونان عشانه. وبالفعل ودع أهله وأخد أول باخرة على اليونان. بس وهو على المركب قابل صديق ليه قديم اسمه ميمي، وبعد ما سلموا على بعض عرف إن ميمي مسافر عشان يدور على شغل في اليونان، وكملوا رحلتهم مع بعض. وكل واحد منهم ما كانش معاه غير $11 بس، وده لأن في الوقت ده كان ممنوع أي حد يسافر برا مصر بأكتر من $11. ولما الهوان وصل لليونان راح على عنوان الخواجة، ولكن من سوء حظه لقى مسافر، وللأسف اضطر إنه يقعد يستناه لحد ما يرجع من السفر، وحجز في فندق هو وميمي. ولكن المعيشة كانت غالية وفلوسهم كانت بتخلص، وكل يوم كان الوضع بيسوء أكتر وأكتر. والهوان بيقول في مذكراته إنه عدى عليه لحظات اضطر إنه ياكل من الزبالة أعزكم الله، والوضع زاد سوء لما فلوسهم خلصت خالص ومشوهم من الفندق وقعدوا في الشارع. وقتها الهوان لجأ للمصريين الموجودين في اليونان على أمل إن حد يساعده، وكلهم نصحوه قالوا له عليك وعلى الرئيس زكريا، هو اللي هيقدر يساعدك، ده يعتبر عمدة المصريين في الخارج وعمره ما هيرد لك طلب. وبالفعل الهوان عرف يوصل لرئيس زكريا وحكى له ظروفه كلها،
وفي النهاية عرض عليه إنه يشتري الساعة بتاعته. الريس زكريا وافق واداله تمن الساعة وزيادة شويتين 3. وخليكم فاكرين الاسم ده كويس جدا لأننا هنحتاجه بعدين. المهم إن الظروف بدأت تتحسن مع الهوان وميمي لحد ما حصل موقف بدل أوضاعه 180 درجة. في يوم من الأيام الهوان وميمي كانوا قاعدين في كافيه، وفجأة الهوان عينه وقعت على شخص أمريكي واضح إنه مش فاهم لغة اليونان، وبدون تفكير الهوان راح له واتكلم معاه، وفي خلال دقايق اتعرفوا على بعض. والأمريكي قال للهوان أنا مسافر على السفينة بعد 3 أيام، عشان كده نزلت أتمشى واتعرف على البلد. رد عليه أحمد وقال له أنا تحت أمرك، لو احتجت أي خدمة أنا موجود. الأمريكي قال له بصراحة كده أنا مش هكدب عليك، في واحد صاحبي موجود على السفينة وطلب مني أجيب له مخدرات، وأنا معرفش حد هنا. أنا بقول يعني لو إنك تساعدني في الطلب ده وهديك اللي أنت عاوزه. وفي ظل الظروف اللي بيمر بيها الهوان لقى إن دي فرصة من ذهب، وقال له أيوة طبعا أنا أقدر أساعدك في ده. والهوان كان ذكي جدا، بدل ما يروح يشتري الحاجة ويلبس نفسه في نصيبة راح لصاحبه ميمي وطلب منه إنه يطحن شوية أسبرين ويحط عليهم شطة بيضة ويحطهم جوه كيس ويجي يديهم له على أساس إنهم مخدرات. وبالفعل ميمي عمل كده، والراجل الأمريكي ما كانش فاهم في الموضوع ده، وعشان الكيف بيذل صاحبه الراجل صدقه وأخد منه كمية كبيرة واداله في المقابل 800 دولار. وبعد السبوبة دي الهوان وميمي أخدوا بعضهم وسافروا على مدينة تانية لحد ما سفينة الأمريكان تمشي، لأنهم أكيد هيكشفوا اللعبة وهيدوروا عليهم. المهم بعد 3 أيام رجعوا للمدينة مرة تانية. وقتها كان الخواجة اليوناني رجع من السفر. الهوان أخد بعضه وراح له وقال له أنا مستنيك من فترة، أنا جايلك من مصر عشان أخد فلوسي، أنا محتاج فلوس دلوقتي. الخواجة قال له منين؟ أنا مش معايا أي فلوس، الفلوس كلها اشتريت بيها سفينة تانية. رد عليه الهوان وهو متعصب جدا وقال له طيب والعمل؟ الخواجة قال له ايه رأيك لو تشتغل معايا؟ أنا هديك مرتب 180 جنيه استرليني، انت شاطر ومجتهد ومكسب لأي حد. الهوان مردش كلمته وقال له أنا موافق طبعا. وفعلا الهوان اشتغل ضابط إداري في سفينة الخواجة، وطلعت السفينة على انجلترا، وفي المينا نزل كل طاقم السفينة لبار المينا عشان يقضوا سهرتهم. وأثناء وجوده في البار الهوان لاحظ إن في شخص مركز معاه قوي ومش منزل عينه من عليه، ولكنه مهتمش لحد ما اتفاجئ إن الشخص ده جاي ناحيته وبيوجه له كلام وقال له تسمح لي أقعد معاك؟ الهوان قال له طبعا اتفضل. وكلمة من هنا على كلمة من هنا القعدة بدأت تحلو وحكوا البعض عن حياتهم. وعرف إن الشخص ده اسمه إليسون من جامايكا. إليسون قال له بصراحة انت خسارة كبيرة في شغلانة الشحن البحري دي، ده انت عندك 8 لغات. الهوان قال له هي دي الشغلانة اللي لقيتها. رد عليه وقال له حلو قوي، أنا عندي ليك شغلانة هتبسطك، مرشد سياحي ب1000 جنيه استرليني في الشهر، ايه رأيك؟ الهوان قال له أكيد طبعا موافق. إليسون قال له خلاص بكرة في نفس الميعاد ده تستناني هنا وهنتقابل ونتفق. وبالفعل اليوم التاني الهوان استنى إليسون في نفس المكان، ولكن عدت ساعة و2 وإليسون مظهرش، والهوان عرف إنه مش جاي وقال لك خلاص يمكن مشغول أو حاجة، أبقى أجي وقت تاني. وقبل ما يقوم يمشي اتفاجئ إن الجرسون بينزل له مشروب وقال له المشروب ده من البنتين اللي موجودين هناك. بص الهوان وراه لقى بنتين أجمل من بعض وبيشاوروا له كمان. وبعد لحظات قربوا منه وقعدوا معاه وعرفوه على نفسهم وقالوا له احنا جوجو وماري. الهوان قال لهم بصوا بقى يا حلوين، انا مش معايا فلوس ومش هعرف ارد لكم العزومه. ماري ضحكت وقالت له واحنا مش عاوزين منك حاجه، انت تعرف ان جوجو تبقى بنت اكبر رجل اعمال في مانشستر، وانا كمان بملك 3 محلات باسمي. جوجو قالت له احنا عاوزين نستمتع وبس، وعشان تكون مطمن خد الفلوس دي خليها معاك. والهوان بقى مستغرب من تصرفهم ولكنه مهتمش واقتنع انهم معجبين بيه. والأول مرة الهوان يشرب خمرة في حياته، والموضوع ما انتهاش لحد هنا. البنت قالت له ايه رأيك تشرب مخدرات معايا؟ والهوان كان مستسلم خالص وراح معاهم عشان يتفاجئ هناك بإليسون مستنيه. وطبعا لانه كان شارب ومدهول خالص ما حصلش بينهم كلام، ولا قال له انت كنت فين ولا ما جيتش ليه. وبعد ما السهرة انتهت البنت اخدته على شقتها، وتاني يوم الصبح الهوان نزل على السفينة، والوضع ده استمر كذا يوم
لحد ما وقعوا في حب بعض، لدرجة إن جوجو عرضت عليه الجواز. وطبعا الهوان وافق فورا وراح لوالدها وتقدم لها. والدها قال له أنا موافق بس عندي شرطين. أول شرط إنك تنقل حياتك وتستقر هنا لأني مش هقدر أبعد عن بنتي، وتاني شرط إنك تشتغل معايا في شركتي. الهوان قال له بس أنا متجوز وعندي ولد وبنت، مش هينفع أسيبهم وأبعد عنهم واستقر هنا. هو ممكن أقعد هنا شوية وفي مصر شوية، أما بخصوص الشغل هيكون صعب الفترة دي لأنهم هياخدوا مني مبلغ عشان يسلمولي الباسبور وأوراقي. وهنا أبو جوجو طلع $5000 وقال له خد الفلوس دي وروح هات أوراقك. الهوان قال له كده تمام، و100 فل و14. بعدها رجع للسفينة وبلغهم إنه هيسيب الشغل، ولكنهم فاجئوه وقالوا له مش هينفع تسيب الشغل غير لما نجيب حد مكانك. وفعلا الهوان فضل مكمل، وكان كل ما يسافر مدينة أوروبية يلاقي جوجو هناك في استقباله ويقابلها ويقضوا يومين 3 مع بعض لحد ما اتعلق بيها وما بقاش قادر يستغنى عنها. ولكن في يوم من الأيام الهوان وصل لمدينة معينة، والغريب إنه ملقاش جوجو في انتظاره، فراح اتصل بيها على تليفون البيت. ولكن اللي رد عليه واحدة ست وقالت له بلهجة جديدة انت لازم تنسى جوجو وتطلعها من دماغك لأن جوجو سافرت أمريكا وهتتجوز هناك. وطبعا دي كانت صدمة للهوان، وما كانش مستوعب ازاي جوجو تسيبه بالطريقة دي، ودخل في مرحلة اكتئاب واتصاب بالحمى من شدة الزعل لحد ما جاله تليفون من جوجو واعتذرت له على اللي حصل، وقالت له أصل اللي كلمتك دي واحدة صاحبتي وكانت عاوزة تسبب لي مشكلة، لكن أنا لسه بحبك وعشان أثبت لك قابلني النهاردة في بر المينا. وقتها السفينة كانت في بلجيكا، وطبعا الهوان مصدق وفي الميعاد المحدد وصل لبر المينا. ولكن للأسف جوجو ما جاتش، وفي أثناء انتظاره ليها في شخص خبط في كتفه. موقف عادي وبيحصل، ولكن اللي مش عادي إن الشخص ده فضل يعتذر بطريقة غريبة، وصاحبنا يقول له مفيش مشكلة حصل خير، والراجل برضه بيعتذر لحد ما الهوان قال له هو في ايه؟ الراجل قال له اصل بصراحة انا وصاحبي اللي هناك ده متراهنين عليك. انا بقول له انك من جامايكا، وصاحبي بيقول لي يا عم ده باكستاني، واللي هيخسر الرهان هيحاسب على المشاريب. انت بقى مين فيهم؟ الهوان ضحك وقال له طيب مفيش حد فيكم هيكسب الرهان لاني ولا من جامايكا ولا من باكستان، انا مصري وسويسي كمان. وهنا الراجل قال له يبقى سهرتك علينا. وفعلا الهوان سهر معاهم وتعرفوا على بعض، وكان أسمائهم إبراهام وجاك. وإبراهام كان مدير شركة الحديد والصلب، وجاك كان ابن صاحب الشركة. وبعد ما خلصوا سهرتهم قالوا للهوان احنا هنوصلك. والغريب بقى انهم وصلوه لحد السفينة اللي بيشتغل عليها. طيب وايه المشكلة؟ المشكلة ان ميناء بلجيكا كبيرة جدا، ومفيش حد يعرف سفينة الا لو كان عارف رقم الرصيف ومكان السفينة كويس. والهوان ما كانش قايل لهم على عنوان السفينة. وطبعا الهوان لاحظ اللي حصل، ولكنه عمل نفسه مش واخد باله لحد ما يعرف ايه اخرهم وعاوزين منه ايه. واتفقوا انهم هيتقابلوا تاني يوم في نفس البار، وفعلا الهوان راح لهم. وقتها اتكلموا مع بعض وقالوا له ايه رأيك تشتغل معانا في الشركة بتاعتنا وهنديك مرتب $5000. الهوان طبعا كان لسه مضحوك عليه في حوار الشغل ده قبل كده، واللي هو لما اتفق مع إليسون وكمان مع أبو جوجو، فتردد وقال لهم لا مش هينفع. ولكن جاك وإبراهام أصروا وقالوا له احنا مش هنضحك عليك، انت هتكسب دهب معانا. الهوان قال لهم اصل انا من قريب طلبت اوراقي وجواز سفري وكنت هسيب الشغل، وهم رفضوا وقالوا لي لما يجي شخص مكانك. جاك وإبراهام قالوا له لا ما تشيلش هم، دي محلولة، انت اول ما ترجع الشغل اعمل مشكلة مع اي حد على السفينة، ولما يجي الضابط احنا هنخليه يعمل المحضر في مصلحتك، وقتها تاخد اوراقك وتمشي بكل سهولة. وفي اللحظة دي جاك طلع من جيبه $2000 وقال له اعتبر ده عربون من اول شهر مرتب عشان تتأكد اننا ما بنضحكش عليك. وفي اثناء كلامهم مع بعض كان في بنت في الترابيزة اللي قصادهم بتبص للهوان بطريقة غريبة، وكانت قصده انها تلفت انتباهه. وقتها ابراهام وجاك قالوا له قوم اتعرف عليها. وبالفعل الهوان قام وتعرف عليها وعرف ان اسمها رشيل، وقضوا السهرة سوا. وتاني يوم الهوان رجع لشغله في السفينة، وكانت خلاص السفينة هتتحرك من المينا، ولكنه عمل بنصيحة جاك وإبراهام وافتعل مشكلة ومسك في شخص وضربه. وفي الحال شرطة المينا وصلت وخلصوا الموضوع،
والأمر انتهى بأنهم جابوا للهوان أوراقه جواز سفره وقالوا له اخرج بره السفينة، ملكش شغل هنا. ولما خرج لقى إن جاك وإبراهام مستنيينه بالعربية، والغريبة إن لقاهم مجهزين له غرفة في فندق هو ورشيل عشان يستمتع بوقته، وقالوا له بعد يومين هنيجي ونجيب لك عقد الشغل. وبالفعل بعد يومين إبراهام وجاك راحوا للهوان وادوله العقد، وقالوا له انت هتنزل مصر وهتفتح فرع للشركة بتاعتنا. الهوان استغرب وقال لهم واشمعنى مصر؟ إبراهام قال له احنا كده كده كنا مرتبين اننا نفتح فرع لشركتنا في مصر، ولقائنا بيك وشغلك معانا صدفة، واعتقد ان دي صدفة في مصلحتك. ده انت هتبقى مدير الشركة وهتقبض مرتب ما كنتش تحلم بيه. الهوان قال له فعلا معاك حق وانا معاكم. رد عليه إبراهام بس احنا عاوزين منك خدمة صغيرة كده، في 13 سفينة موجودين في السويس ومفيش اي معلومات عنهم، وانت راجل سويسي قد الدنيا وعارفين انك تقدر تجيب لنا معلومات عنهم وايه العلامة اللي موجودة عليهم. الهوان قال لهم طيب وانتوا مالكم بالسفن دي؟ قالوا له احنا بس كنا عاوزين نشتريهم، ما تشغلش بالك بالموضوع ونفذ اللي قلنا لك عليه. وفي النهاية إبراهام خرج من جيبه ورقة وقال له دول 3 عناوين، واحدة في النمسا، واحدة في ألمانيا، واحدة في لندن. هتبعت لنا أي رسائل على العناوين ال3 دول، واوعى تقول معلومات مباشرة. انت هتكتب الرسالة كأنك بتكتب لشخص اسمه محمد سليم صاحبك، وهتقول له بعت لي تذكرة واحنا هنبعت لك تذكرة وتيجي تقول لنا اللي عرفته. وكمان دي شنطة فيها هدية لزوجتك وأولادك وعيلتك، وتحت الشنطة فيها 185 ألف دولار، بس مش ليك يا حلو، ده عشان تفتح فرع للشركة زي ما اتفقنا. وفي النهاية الهوان ركب أول طيارة، وطول الطريق كانت دماغه بتودي وتجيب، أصل هو ما كانش أهبل ولا غبي، وكان عارف إن كل اللي حصل ده ما كانش صدفة زي ما هما قالوا له كده. في البداية كان إليسون، بعدها جوج وماري ومقابلتهم وعرضهم للشغل، وكمان راشيل اللي ظهرت قدامه ونفوذهم جوه المينا وتخليصهم لورقه بسهولة، وأخيرا طلبهم الغامض ده وكلامهم اللي مش مفهوم. كل الحاجات دي مرتبة ومستحيل تكون صدفة. في اللحظة دي الهوان عرف بنسبة 90% إنه تم تجنيده، لا ومش من أي جهاز مخابرات، هو عرف إن تم تجنيده من الموساد الإسرائيلي. المهم بعد ساعات أول ما وصل للقاهرة الهوان قابل زوجته وعيلته وقعد معهم شوية، وفي وقت ما كانوا مبسوطين وفرحانين بوجوده إلا إنه كان في دنيا تانية. الراجل عمال يفكر في المصيبة اللي حصلت له. طيب هيعمل إيه؟ هيروح يقول لمين؟ هل مثلا ممكن يقول لزوجته أو يقول لعيلته أو يقول لأصحابه؟ الموضوع كان صعب جدا. وتاني يوم الهوان نزل من بيته وهو متنكر واتجه لمقر المخابرات المصرية. وأول ما وصل هناك ما قال لهمش أنا عايز أقابل ضابط أو أقابل مسؤول، قال لهم أنا عايز أقابل الرئيس جمال عبد الناصر. أفراد الأمن قالوا له أنت جاي تهزر ولا إيه؟ رد الهوان بكل جدية وقال لهم أنا عاوز أقابل الرئيس، أنا عندي معلومات مهمة بخصوص إسرائيل. وفي اللحظة دي أفراد الأمن دخلوه لمكتب اللواء عبد السلام محجوب. والهوان أول ما شاف اللواء عبد السلام حس إن شكله مش غريب عليه وإنه شافه قبل كده، والتفكير ده ما استمرش كتير لأن اللواء عبد السلام طلع الساعة بتاعة الهوان من درج المكتب وقال له الساعة بتاعتك اهي، أنا حفظت لك عليها لأني كنت متأكد إني هشوفك تاني في المكان ده. أيوة زي ما توقعته، هو الرئيس زكريا. طيب إزاي ده حصل؟ كل اللي حصل ده كان تحت عيون المخابرات المصرية، يعني الهوان لو ما كانش راح لهم برجليه كان كده كده هيتجاب زي الجواسيس اللي قبله، ولكنه كان ذكي جدا وحاسبها صح. المهم الهوان حكاله كل اللي حصل معاه بالتفصيل، عشان كده اللواء عبد السلام رد عليه وقال له اسمع يا أحمد، احنا عاوزينك تستمر في اللي انت بدأته، وأي معلومة هيطلبوها منك احنا هنديها لك. الهوان كان مستغرب جدا وقال له ازاي بس يا فندم اديلهم المعلومات اللي هم عايزينها؟ انا كده بضر بلدي. ما تقلقش من اي حاجة، احنا هنديلك المعلومات اللي احنا عايزينهم يعرفوها. وبعد المقابلة دي الهوان نفذ اللي طلبوه منه إبراهام وجاك، وبدأ في إنشاء شركته الوهمية في مصر بالفلوس اللي هم اداهاله. وخدوا بالكم كل ده بيحصل ولسه جاك وإبراهام ما صرحوش الهوان بهويتهم. وبعد ما جمع معلومات عن السفن اللي هم عاوزينها
بعت المعلومات دي للمخابرات المصرية وتم التعديل عليها، وبعدها بعت المعلومات لإبراهام وجاك على أساس إنه بيبعت لمحمد سليم صديقه، وكتب في الرسالة: الحياة هنا صعبة، يا ريت يا محمد تبعت لي تذكرة. وفعلا بعد أيام إبراهام وجاك بعتوا له التذكرة، ومن شدة حرص المخابرات المصرية على حياة الهوان رفضوا يبعتوا له أكتر من $11 عشان يسافر، وقالوا له زيك زي أي مواطن مصري مسافر برا مصر، وما ينفعش تاخد أكتر من كده لأن أكيد الموساد بيراقبك. وبالفعل الهوان سافر على إيطاليا وفي جيبه $11 بس، وطول الطريق كان قاعد لوحده ومش عارف ولا ياكل ولا يشرب، لحد ما جت واحدة ست وقعدت جنبه. الهوان قال لها: أنا مش معايا فلوس، وتفاجئ إن الست طلعت $2000 وقالت له: تعالى العب معايا وشوف حظك. والغريبة إن الهوان كان هو اللي بيكسب، وكأن الموجودين بيتعمدوا إنهم يكسبوه هو. وهنا الهوان فهم إن الموساد بيدعمه ماديا بطريقة غير مباشرة. ولما وصل لإيطاليا قابل إبراهام وجاك وحكى لهم كل المعلومات اللي يعرفها. إبراهام قال له: طيب لما سافرت من القاهرة للسويس ما شفتش حاجة غريبة كده؟ رد عليه الهوان بسخرية وقال له: لأ، ما شفتش غير رملة صفرة. وطبعا هو كان عارف إن قصدهم على الرادارات، ولكنه كان قصده يستفزهم. وفي اللحظة دي إبراهام وجاك قالوا له: بص بقى، من غير لف ولا دوران، احنا الموساد الإسرائيلي وعاوزينك تكون الراجل بتاعنا في مصر، ومن ناحيتنا احنا مش هنقصر معاك، وكل اللي هتطلبه هتلاقيه. الهوان قال لهم: من ناحية التأثير فانتوا بصراحة ما قصرتوش، وانا اهم حاجة عندي الفلوس والستات. انا موافق طبعا. ومن هنا بدأ تدريب الهوان على أساليب التجسس، ازاي يكتب بالحبر السري وفك الشفرات وطريقة جمع المعلومات وحفظها في الذاكرة بدون تدوينها وهكذا. وبعدها طلبوا منه انه يسافر لمصر ويلف على كل سواحل مصر ويجمع معلومات عن السفن، وطلبوا منه ما يسيبش اي معلومة مهما كانت صغيرة او تافهة بالنسبة له، فهي بالنسبة لهم مهمة جدا، لدرجة انهم قالوا له: لو سمعت نكتة جديدة من حد من الشعب بيقولها لازم تقولها لنا، احنا لازم نعرف الشعب بيفكر ازاي وتفكيره رايح لأي ناحية. اصل اللي احنا نعرفه واللي البلد بتصدره للعالم حاجة، ورأي الشعب وحالته في البلد حاجة تانية خالص. وبالفعل الهوان رجع لمصر وبدأ يتنقل من محافظة لمحافظة عشان يجمع المعلومات اللي هم عايزينها، وطبعا يحفظها في دماغه وما يدونهاش زي ما اتدرب. وكل المعلومات دي كان بيبعتها للمخابرات المصرية وبيتم التعديل عليها، وبعدها يبعتها لإبراهام وجاك. واستمر الهوان على هذا الحال لحد ما في يوم بعتوله عشان يسافر لهم لهولندا، وبالفعل سافر لهناك وكان معاه برضه $11 زي كل مرة. ولكن المرة دي مفيش حد عبره ولا اداله جنيه، ودي كانت حركة تقلق بصراحة. ولكن اللي يقلق أكتر وهو إن الهوان قعد 5 أيام في فندق، وده بدون ما إبراهام أو جاك يظهروا. وفي اليوم الخامس ظهر له 2 طول بعرض وقالوا له: احنا طرف جاك وإبراهام وعاوزينك تيجي معانا. والهوان راح معاهم وأخدوه لمزرعة بعيدة عن المدينة، وهناك اتفاجئ بوجود 12 راجل تانيين. وفي اللحظة دي حس انه اتكشف، وخصوصا انهم بدأوا يضربوه وقالوا له: اعترف باللي انت عملته، انت كنت متنكر في لبس معين ورحت المبنى المخابرات المصرية. الهوان رفض يعترف تماما وقال لهم ما حصلش الكلام ده، ومن شدة الضرب فقد الوعي، ولما فاق لقى نفسه على السرير وتم علاجه، وقدامه إبراهام وقال له: أنا بعتذر منك، أنت ما كنتش المقصود، ولكن شخص غيرك كان هو المقصود. وطبعا الهوان كان عارف إن هو المقصود، وده كان اختبار وتهديد غير مباشر ليه، يعني زي ما تقولوا كده دي كانت قرصة ودن بس. وبعد ما نجح في الاختبار أخدوه على تل أبيب، وهناك سلموه جواز سفر باسم يعقوب منصور، وهو المسؤول في السفارة الإسرائيلية في روما، وقالوا له إن جواز السفر ده هيسهل تحركاته في تل أبيب. لا، والغريب بقى إن هو اتكرم من جولدا مائير شخصيا، وكمان جمعته علاقة صداقة بشيمون بريز. يعني تقدروا تقولوا كده إن أحمد الهوان كان أهم عميل بالنسبة لهم في الفترة دي. وفي سنة 1970 مات الرئيس جمال عبد الناصر، وبيقول الهوان في مذكراته إن ده أصعب يوم يعدي عليه، لأنه كان مضطر يمثل فرحته وهو من جواه حزين وهيموت. ووقتها أقسم إنه مش هيسيب حقه ولا حق زوجته ولا حق شعبه ووطنه. وفي الوقت ده إسرائيل كانت بتعتمد على الهوان وغيره من الجواسيس، لدرجة إنهم سفروه لأمريكا
عشان ياخد دورات وتدريبات، وكانوا بيعرضوا عليه قطع صواريخ وأسلحة ودبابات، وطلبوا منه إنه لو شاف أي حاجة منهم في مصر لازم يبلغهم. وكمان طلبوا منه يعرف أماكن قواعد عسكرية للجيش المصري. وعاوز أقول لكم إنه بالفعل كان بيدلهم على قواعد عسكرية، ولكن ده كان بيتم بمعرفة المخابرات المصرية، والمخابرات بدورها كانت بتستبدل القواعد دي بماكيت يعني مش حقيقية. وبكده يضربوا عصفورين بحجر، منها إسرائيل تثق في الهوان أكتر، ومنها الجيش المصري ما يحصلش فيه أي خسائر. وفي يوم من الأيام طلبوا منه إنه يفتح سلسلة محلات سوبر ماركت في مصر. الهوان قال لهم طيب وليه؟ قالوا له أصل الحالة الاقتصادية للبلد وقع، وإحنا بقى عاوزين نوقعها أكتر، وعاوزينك تعرف لنا إيه هي السلع اللي ناقصة وتقول لنا عليها عشان ننقصها أكتر من كده. يعني مثلا لو السكر ناقص، إحنا بدورنا هنمنع أي صفقة سكر تدخل لمصر وهنشتريها إحنا، وبكده البلد من جوه هتفضل مشعللة. وبالفعل الهوان نزل مصر وفتح سلسلة محلات. ولكن هل الموساد وغيره يقدروا يعملوا حاجة زي دي؟ طبعا يقدروا، بس مش في مصر يالا انت وهو. ما يعرفوش ان في جهاز اسمه المخابرات العامة المصرية، وعشان كده المخابرات المصرية لبستهم كمية صفقات مضروبة ما تتعدش. واستمر الوضع ده لحد ما المخابرات طلبوا منه يجيب لهم الجهاز الجديد، وده جهاز تواصل حديث بينقل المعلومات في خلال 6 ثواني. وبالفعل الهوان قدر بذكائه ياخد الجهاز ويسلمه للمخابرات المصرية، والجهاز ده تم استخدامه في حرب 6 أكتوبر. وقامت الحرب والجيش المصري انتصر، والهوان كان سبب من ضمن أسباب النصر. عشان كده المخابرات المصرية كانت حريصة جدا على حياته، وقالوا له انت لما ترجع لتل أبيب أكيد هيشكوا فيك، عشان كده احنا لازم ندربك على جهاز كشف الكذب. وبالفعل تم تدريبه على الجهاز. ولما سافر لتل أبيب ضابط الموساد قال له احنا حاسين انك متغير المرة دي، اسمع احنا لازم نكشف عليك. وجابوا جهاز كشف الكذب زي ما اتقال على اساس انه ما يعرفوش، وطبعا عدى من الاختبار. وكلنا عارفين ان الهوان كان السبب في الكشف عن الجاسوسة انشراح موسى وزوجها. وبعدها الهوان طلب انه يرجع مصر ويعتزل، وفعلا المخابرات نفذوا له طلبه. واخر رسالة اتبعتت للموساد من جهاز الهوان: نشكركم على حسن تعاونكم معنا، مع تحيات المخابرات المصرية. وده كان أكبر ألم لإسرائيل، لدرجة إن في 6 ضباط كانوا مسؤولين عن تدريب الهوان في إسرائيل مجرد ما سمعوا الرسالة دي ضربوا نفسهم بالنار. المهم رجع الهوان لمصر، وتم عمل مسلسل درامي بيحكي قصته، وهو دموع في عيون وقحة بطولة عادل إمام. وتخيلوا بقى إن الهوان ما كانش بيحب المسلسل ده، وده لسببين. أول سبب إنه في يوم من الأيام قابل عادل إمام وسلم عليه وقال له أنا جمعة الشوان، ولكن عادل إمام رد عليه وقال له لا يا باشا أنا جمعة الشوان، أنا اللي عملتك، ولو ما كنتش عملت المسلسل ده ما كانش حد يعرفك. والسبب التاني إن زوجته لما شافت المسلسل قالت له مين جوجو وإيه كل الستات اللي عرفتهم دول، أنت لازم تطلقني دلوقتي. وبرغم كل محاولاته إنها ترجع عن قرارها إلا إنها فضلت مصرة، وبالفعل حصل الطلاق بينهم. واتجوز بعدها من السيدة زهير أحمد عاشور طليقة الفنان سيد الزيان. وفي عهد الرئيس محمد حسني مبارك حالة الهوان اتدهورت، فبعت لمبارك سنة 2007 وكتب رسالة وقال له أنا أحمد الهوان اللي خدمت مصر في حرب أكتوبر، وطلب إنه يصرف له معاش. ولكن مبارك أمر مسؤولين من التضامن الاجتماعي يزوروا بيته ويتأكدوا من حالته المادية، وللأسف في النهاية صرفوا له 70 جنيه معاش. وطبعا الهوان كان حزين جدا ورفضهم، وقال بصوت عالي أنا أحمد الهوان اللي رفضت دولارات إسرائيل، في النهاية يصرفوا لي 70 جنيه. عشان كده لما قامت ثورة يناير كان هو من أول المؤيدين ليها، وطلب من الشباب تنزل للميادين، وقال الشعب مش لاقي ياكل كفاية ظلم. وفي يوم 1 نوفمبر سنة 2011 اتوفى أحمد الهوان بعد رحلة طويلة من التعب والشقة وخدمة بلده. ولحد هنا تكون الحلقة انتهت. منتظر رأيكم في التعليقات. السلام عليكم.